عنوان الفيديو يا جماعة الفرق بين أكونتات البلاي ستيشن 4 أو البلاي ستيشن في العموم أو السوني. عندنا في حاجة يا جماعة اسمها الأكونت برايمري، أكونت سكندري، الأكونت الأوفلاين. الأكونت الأوفلاين هو ده بيكون أكونت أو إن أنت بتخش تعمل تهكيرة للجهاز السوني بتاعك وتنزل عليه ألعاب، بشرط إن الجهاز بتاعك ما يتصلش بالإنترنت، أو في بعض التهكير بيفصل الدي ان اس في الاتصال بسيرفر السوني. تقدر تدخل إنترنت بس ما بيقدرش يتصل بسيرفرات سوني عشان تقدر تلعب بالألعاب اللي موجودة عندك على الجهاز نتيجة التهكير اللي أنت عملته. طيب الأكونت البرايمري في منتهى البساطة، الاكونت البرايمري انا الواحد دلوقتي عندي جهاز سوني، عشان اقدر استخدم فيتشرز ان انا ادخل على متجر البلاي ستيشن وانزل العاب واستفاد بالمميزات اللي على الجهاز، لازم سوني قالت لك اعمل اكونت علينا على السيرفر بتاعنا عشان تقدر تخش وتشتري وتتفرج وتعمل كل حاجة او تستفيد بكل الميزات اللي على الجهاز السوني بتاعك. انت واحد دلوقتي دخلت عملت اكونت، الاكونت ده بيتعمل باي ايميل، وليكن مثلا جيميل. دخلت حطيت الايميل بتاعك، عملت الباسورد، بقى عندك ايميل على السوني. بتقدر تفتح المتجر وتشتري وتنزل اي ابلكيشن موجودة على جهاز البلاي ستيشن بتاعك. طيب في حاجة عندنا يا جماعة ان احنا بنخلي الاكونت بتاعنا دوت ان هو يكون برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني الاكونت دوت هو الاكونت الرئيسي على جهاز البلاي ستيشن بتاعي. تمام. ففي حالة ان انا دخلت دلوقتي اشتريت لعبة، دخلت متجر اشتريت لعبة بالدولار، اشتركت في البي اس بلس بالاكونت مثلا احمد جمعة، واحمد جمعة دوت وانا بشتري هو الاكونت يعني انا عامله برايمري على جهاز السوني بتاعي. احمد جمعة يقدر يلعب اللعبة دي او غيرها من الحاجات اللي هو منزلها او اشتراك البي اس بلس بالاكونت بتاعه، سواء الاكونت بتاعه هو اللي محطوط، يعني انا اللي فاتح منه البلاي ستيشن، او فاتح من اي اكونت تاني على البلاي ستيشن، او متصل بالانترنت، او اوفلاين. عذرا. فبقدر ادخل وانزل يعني العب اللعبه في اي حاله من الاربعه، انترنت، بره الانترنت، من خلال الاكونت بتاعي اللي هو احمد جمعه اللي انا عامله از برايمر على الديفايس او على جهاز السوني، او لو فاتح اكونت تاني ان انا ضايف ايميل تاني، بس مش هو البرايمري، مش اللي هو از برايمري على الجهاز، لا هو احمد جمعه اللي برايمري بس انا ضايف اكونت بايميل تاني، لمجرد ان يكون اكونت على حساب تاني، اماراتي، سعودي، امريكي، بريطاني، ايا كان انت ضايف الاكونت ليه. بس انا عندي تو ايميلز. بس انا بتكلم ان بما ان احمد جمعة هو اللي مشتري لعبة بفلوسه، تمام، فعشان اكون اخد الاربع ميزات دول ان انا العب بيه انترنت او بره الانترنت او هو بنفس الحساب او بحساب تاني، فكون اقدر اخش على حسابي التاني البريطاني وانا مشتري مثلا انجليزي، يبقى هو حساب احمد جمعه هو اللي ايه از برايمري. طب هل الاكونت دوت بما ان ده مميزات البرايمري، سوني اديتك ميزه، الميزه دي في منتهى البساطه، الا وهو ان انت لو رحت عند حد عنده بلاي ستيشن مش هتاخد الجهاز بتاعك معاك. فبمنتهى البساطه انت بتخش على جهازه، بتحط الايميل بتاعك، وبمجرد ما تحط الايميل كل ليست اللايبرري او مكتبه الالعاب بتظهر عندك، بشرط، وده سوني عاملاه زي لايسنس كده، ان انت تبقى فاتح الجهاز متوصل بانترنت عشان تثبت ملكيتك للالعاب دي، متصل بالانترنت تقدر تلعب الالعاب بتاعتك كلها على جهاز صاحبك. طب هنا في نقطة، هل دلوقتي دي بقى النقطة اللي ناس كتير ما اتكلمتش فيها واللي انا تعبت لحد ما وصلت لها يعني، هل دلوقتي انا لو صاحبي في البيت ينفع انا وهو نبقى فاتحين الاكونت دوت في نفس الوقت؟ لا، هتفتح الاكونت عندك هيقفل عنده، هيفتح عنده هيقفل عندك. طب انا لو عايز استفيد بان انا اتشارك مع اصحابي في حساب البي اس بلس، او ان انا رحت اشتريت لعبة وعايزين نستفاد بالخدمة دي، ايه اللي هيبقى مطلوب؟ اللي هيبقى مطلوب منك ان احمد جمعة اللي راح اشترى اللعبة ومعاه الاكونت البرايمري هيدي صاحبه اللي هيتشارك معاه اللعبة او حساب البي اس بلس على الجهاز بتاعه، صاحبه هيفتح، هو هيبقى بالاونلاين على طول، لان شرط عشان الالعاب دي تشتغل وهو يقدر يستفاد بالميزات دي ان يكون جهازه اونلاين، وانت هيبقى جهازك خش بقى من اكونت تاني. انت الاكونت بتاعك هيبقى از برايمري زي ما قلنا، بس انت هتفتح العابك من اكونت تاني انت ضايفه على الجهاز،
هتقدر تخش تلعب الالعاب الموجوده عندك على الجهاز وتاخد ميزه البي اس بلس بدون اي مشاكل. طب هل اقدر ادي الاكونت بتاعي دوت لاكتر من حد ويكون سكندري؟ هنا هيبقى في لعب وهنا هيبقى في مشاكل، حتى لو نجحت في دوت وقلنا ان مش كله هيبقى فاتح في نفس الوقت، لان اصلا ما ينفعش كله يبقى فاتح في نفس الوقت، لمجرد ان انت هتفتح الاكونت ده هيقفل على كل الاجهزه التانيه. يعني انا فتحت دلوقتي احمد جمعه هنا، هيقفل عند صاحبي اللي معاه نفس الاكونت بتاع احمد جمعه. ففكره ان انت توزعه، هيبقى ساعتها هنقول ان انت هتوزعه عندك 3 4 اشخاص، هتدي كل واحد فيهم الاكونت بتاعك، هيفتحوا في اوقات مختلفه. خليك فاكر ان احنا قلنا ان عشان الجهاز دوت ياخد يبقى اكونت سكندري ويقدر يلعب الالعاب بتاعتك لازم يكون هو اونلاين. فمجرد فتحك للاونلاين على الجهاز ده اللي انت حطيت فيه الاكونت بتاعك، ما تنساش ان هو متصل بالانترنت والسيرفر بتاع البلاي ستيشن. فبمجرد عمل دوت انت اتسجل ان حساب احمد جمعة اللي مشتري الالعاب بتاعتنا اتفتح على جهاز مرة، واتفتح على جهاز تاني، واتفتح على جهاز تالت. فانت بالتالي بيبقى في شبهة ان انت حد بتلعب بالاكونت بتاعك وبتتشاركه مع الناس اللي معاك. في الحالة دي بيبقى ممكن رسالة بان تحذيرية، ممكن الموضوع يخش في انك تاخد بان اصلا على الاكونت بتاعك ويتقفل كله. راجل انت بقى عامل فيها ايور ومش همك حد، فيتعمل لك بان للسونيك بتاعك خالص فيتقفل. فالفكرة كلها ان انت لو عايز تستفيد بخدمة المشاركة الالعاب بتاعتك او حساب البي اس بلس، يفضل ان انت يكون عندك واحد صاحبك، حد بتثق فيه. يبقى لما هتقول له خد الاكونت بتاعي ده وتحطه على جهازك، ما يخشش يعمل الاكونت دوت برايمر على جهازه. لان لو عمل الاكونت بتاعه برايمر على جهازه، خليك عارف ان بمجرد ان هو هيعمل كده هيتقفل عندك انت على جهازك انه يكون برايمري. وعشان تقدر تفعله تاني لازم هو اللي يعمله من عنده، انت مش هتقدر تعملها من عندك. وممكن الموضوع دوت على سوني والكلام القوانين اللي هم حاطينها ان عشان تقدر تعدلها تاني هتاخد 6 شهور. فساعتها هو حطك في مزنق جامد جدا، الا وهو ان هو خد الفول بريميشن ان هو يلعب اللي قلنا الاربع حاجات اللي قلنا عليهم، انه يلعب اوفلاين واونلاين ومن اكونت تاني غير الاكونت اللي هو مشتري بيه اللعبه. خد كل الميزات دي لمجرد ان انت حبيت تشارك معاه. فيفضل ان انت اللي تشارك معاه الاكونت بتاعك يكون حد ثقة، حد مش هيخش يعدل الاكونت من از جيست ان هو بيلعب بيه الالعاب بتاعتك، او بان انتوا عشان متشاركين بيها بس. هو الاكونت بتاعه مجرد اللعب مش اكتر، مش لتحويله از اكتف او برايمر على الجهاز بتاعه. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع ده انا قعدت ادور عليه كتير، وقعدت افكر ايه الفرق في الاكونت البرايمري والسكندري، لحد ما عشان اقدر اوصل للي انا بقوله لكم دوت حطيت جهازين بلاي ستيشن جنب بعض وفتحتهم عشان اقدر اوصل ل ايه فكرة البرايمري والسكندري وازاي اقدر استفيد من القصة دي. لا، الميزة بتاعتها حلوة جدا. عندك حد صاحبك بدل ما تروح تلعب لعبة لوحدك، او تدفع فيها 1500 جنيه لو انت عايز تشتريها في ديجيتال يعني. بدل ما تروح تدفع 1500 جنيه، لا ممكن تبقى 750 جنيه. بدل ما تعمل اشتراك البلس لوحدك، لا ممكن تعمله انت وصاحبك تتشاركوا انتوا فيه. فالموضوع ميزته حلوة جدا. بس زي ما قلنا بشرط ان حاول ما تتعداش، وده قانوني ما فيهوش اي مشاكل، بس حاول ما تتعداش اللي هي اكتر من اللي سونا قايله لك عليه، الا وهو ان انت تشارك الكلام ده مع واحد تاني فقط لا غير. وهو واخد الاكونت بتاعك هيبقى فاتح بالاكونت اللي انت اديتوله ده، وهيكون جهازه متصل بالانترنت. وانت في الوقت اللي هو هيبقى فاتح فيه مفيش اي مشاكل، افتح من اي اكونت عندك على الجهاز. تمام. والعب الالعاب بتاعتك، وهتبقى واخد ميزة ان انت تلعب اونلاين ومفيش اي مشاكل. ارجو ان انا اكون قدرت افيدكم في موضوع البرايمري والسكندري والحاجات دي. ولو حد ليه عايز استفسار وعايز يسألني في اي حاجة في الكومنت، ممكن يكتب وانا ان شاء الله هرد عليه. وشكرا يا جماعة.